هوريلك النهارده المكان اللي اتربى فيه سيدنا يوسف ونشأ فيه وكبر فيه، وكمان روضته فيه عن نفسه امرأة العزيز، وكمان اتأمر عليه في المكان ده ان هو يدخل السجن. ما ينفعش تكون في مصر وما تعرفش فين قصر العزيز اللي اتربى فيه ونشأ فيه سيدنا يوسف. تعال نشوف. في البداية كده علشان نقدر نوصل للمكان كان الموضوع صعب جدا، لان مفيش اي لوحات ارشادية او اي حاجة تدل على ان ده قصر العزيز الا اهل المكان نفسهم. المكان ده موجود في قرية اسمها قرية العزيزية في محافظة الجيزة جنب سقارة كده في منفى القديمة، عاصمة مصر القديمة، اقدم عاصمة لمصر. المكان ده قلنا مش هنقدر ندخله، فطبعا صورنا من بره كده، لكن اهل المكان قالوا لي تعالى من هنا تقدر تدخل وتقدر تشوف المكان بشكل كويس. كان انطباعي الاول عن المكان انه مكان جميل جدا وشكله خلاب لو تخيلنا ان القصر ده قائم وكامل زي ما هو، لكن للاسف لقينا بقايا القصر بس. لو بصيتوا كده وركزتوا هتلاقي دي مباني كانت مبنية قديمة، او دي الجدران او الحيطان بتاعة القصر زي ما انتوا شايفين كده. وكمان هتلاقي هنا فوق في بقايا للعمدان بتاعة القصر. ما استكفتش بكده طبعا وقلنا تعالوا نطلع فوق، خلينا نشوف القصر وايه اللي موجود فيه فوق. وانت طالع هنا على التل ده علشان تشوف البقايا من القصر اللي اتربى فيه سيدنا يوسف، مش هيجي في بالك اي حاجة غير قصة سيدنا يوسف ومدى الظلم اللي تعرض له في المكان ده. سيدنا يوسف اتربى في المكان ده، امرأة العزيز أكرمته في البداية، لكن في الآخر روضته عن نفسه. ولما رفض كان جزاؤه إنها تجمع الستات وعلية القوم ويجتمعوا مع بعض وتقول لهم أيوة أنا روضته عن نفسه، ولو ما عملش كده هسجنه. وده للأسف دليل كبير جدا على إن مصر فيها فساد من زمان ومش قليل أبدا، لدرجة إن هم يبقوا عارفين إن الشخص ده مظلوم وصروا إن هم يسجنوه. المهم ان انت ممكن تشوف ده حاجات عادية، لكن لو تتأمل القرآن كويس هتعرف ان الحاجات دي ابدا مش عادية. طلعنا بقى هنا على التلة من فوق وشفنا بقايا القصر، وده تقريبا كان زي مخزن كده للغلال او اي حاجة تبع القصر. ودي الحاجات من الحاجات القليلة اللي موجودة ليها اثار لغاية دلوقتي. قربنا وحاولنا نشوف اللي جوه، لقينا جواها شوية مهملات للأسف، لكن المباني جميلة جدا وتفاصيلها ممتازة، مع ان دي بقايا بس مش البناء كامل. فما بالك لو القصر كامل كان موجود كان هيبقى شكله عامل ازاي. قلنا بقى نكمل طريقنا يمكن نلاقي حاجة تانية، ولقينا المكان بصراحة يا جماعة جميل جدا وتحفة. قلنا نطلع فوق يمكن نلاقي بواقي آثار تانية زي مباني او اي حاجة زي كده، لكن للأسف كل الإناء أعمدة متكسرة ومكتوب عليها طبعا بالنقش الفرعوني. وكمان لقينا في بقايا جدران موجودة للقصر ده. الجدران دي قديمة جدا والبقايا دي قديمة وشكلها مميز جدا. لو بصيت كده معايا وركزت شوية في الفيديو هتبص تلاقي ان في سور كبير جدا محاوط التل ده، ولو ركزت اكتر هتلاقي ان في هنا بقايا للمنازل او الجدران القديمة بتاعة القصر. حتى هنا في مبنى وهنا في مبنى، وفي كل مكان في مباني موجودة وجدران للقصر. زي ما موجود على المسلات دي نقش فرعوني زي كده. طبعا الشعب المصري مش هيسيب حاجة في حالها، فراح عمل ايه بقى؟ عمل نقش هو كمان، بحبك يا بسمة او نسمة حاجة زي كده. طبعا مش هينفع نسيب حاجة في حالها. ليه نسيب الآثار زي ما هي؟ يعني احنا لازم نبوظها. وهنا تقريبا كانت انتهت الرحلة بتاعتنا، لان احنا ما لقيناش حاجة تانية نصورها اكتر من كده، وقلنا ننزل بقى ونشوف المكان ده اسمه ايه. طلع اسمه تل العزيز. المكان ده بصراحة لما روحته كنت الأول واخد فكرة عنه إن هو سجن سيدنا يوسف أو البقايا الباقية من سجن سيدنا يوسف، لكن في الآخر اكتشفت إن ده قصر العزيز وسجن سيدنا يوسف بعيد شوية تقريبا 7 كيلو عن المكان ده.